هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، وفي الأوقات من 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند. صوت المنتدى على مدى 24 ساعة في القمر الصناعي النايلسات ب8 درجات غربا، وعلى تردد 11678 للاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى علم مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في صوتكم صوت المنتدى. هذا أنا صلاح محمد زين، يسعدني أن أكون معكم في ساعة يوم السبت 26 من مايو. تتابعون بعد نشرة الأخبار تعليقين على التوالي بقلم الزميلين محمد علي موسى ويوسف بوليسي، ثم لقاء أجراه الزميل موداي عن استعدادات الشباب الإريتري بسويسرا لذكرى التحرير والاستقلال، ونختم الساعة بمسك الشعر ومع الشاعر الراحل محمد الفيتوري. وقتا طيبا ومتابعة مفيدة.
صوت المنتدى. في نشرة منتدى اليوم: نقص حاد في أفراد لجنة الاحتفالات واستبعاد معظم الأعمال الفنية عن المشاركة. الإريتريون يواصلون المغامرة بالهجرة عبر المتوسط رغم مخاطر الغرق والموت. إلى تفاصيل الأخبار. تشير الأنباء الواردة من إريتريا إلى أن اللجنة العليا للاحتفالات التي تعد برامج احتفالات الاستقلال تعاني من نقص حاد في أفرادها، إذ أن أغلب أعضاء اللجنة التي تجيز المنتج الفني والأدبي لاحتفالات ذكرى التحرير غادروا البلاد، وأصبحت تشرف على مهمة الإعداد لجنة تنقصها الخبرة. هذا وقد تم استبعاد أكثر من 46 عملا فنيا من المشاركة في احتفالات هذا العام بحجة أن رسالة النصوص مشوشة وحمالة أوجه، وذلك بعد أن تجاوب الفنانون وأصحاب الملكات والمواهب الفنية الجديدة بتقديم أعمال أدبية وفنية متكاملة بناء على دعوة اللجنة منذ 3 أشهر لكل من يرغب في المشاركة. إلى ذلك عبر العديد من المشاركين عن امتعاضهم من إخراج هذا الكم من الأعمال من ضمن برامج الاحتفالات، وقالوا إن إعمال مقص الرقيب ليس بمستغرب لكونه أصبح عادة تمارس منذ عقود في ظل سلطات الاستبداد، إلا أن الغريب هو نسبة المواد التي تم الاعتراض عليها وإلغائها. وجراء هذا الاشتباك بين مقص الرقيب الحكومي الذي ألغى كل النصوص وبين المشاركين، تفيد الأنباء بأن اللجنة اضطرت لإعداد مجموعة جديدة وصادقت على الأعمال التي بدأت ببثها منذ أول يوم أمس. وفي نبأ ذي صلة بترتيبات احتفال يوم التحرير، تشهد العاصمة أسمرة تواجدا أمنيا بصورة أكثر كثافة من ذي قبل، حيث تم إحضار طلاب شرطة من مدينة دقم حري لم يكملوا تدريبهم بعد، وشدد أمن الرئيس مراقبته على بعض المسؤولين. كما تشهد مناطق التماس بالحدود الإريترية مع دول الجوار تضاعف وتيرة دوريات الاستطلاع والمراقبة بدرجة استعداد أشبه بحالة حرب. ووزع كل أفراد قوات الدفاع الإريترية الذين كانوا في متابعة دراسات أكاديمية على وحداتهم للمشاركة في العمليات الأمنية. هذا وقد تم تحريك وحدتين عسكريتين من قوات دمحيت التجراوية لتعمل بشكل سري على حماية الرئيس. ويذكر أن هذه القوات نالت تدريبا متقدما كوحدات قتالية خاصة، وعلمت مصادر المنتدى أن هذه الوحدات تتموضع في مدرسة خاصة تعرف في أسمرة بفنلندا ميسيون. وعلى صعيد حملات التجنيد القسري، جرت في 14 من هذا الشهر عمليات مداهمات في العاصمة أسمرة لأحياء باراديزو وعد سجدو. لكن الملفت في هذه الجولة من المداهمات حسب المصدر بدت وكأنها عملية بحث عن مطلوبين أكثر من كونها تستهدف مجندين، لكن حتى اللحظة لم تسفر العملية عن العثور على شيء. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في خفر السواحل الإيطالية قوله أن سفينة ألمانية وسفنا للبحرية الإيطالية وسفينة تجارية والشرطة الإيطالية وخفر السواحل نفذوا جميعا عمليات إنقاذ لمهاجرين غير شرعيين أمس الخميس. وأنقذت السفينة فينيكس التي مقرها مالطا أكثر من 550 شخصا، بينهم 136 امرأة و60 طفلا معظمهم من إريتريا. والتقطت السفينة قرابة 200 شخص الأربعاء الماضي. كما أفاد خفر السواحل الإيطالي أن أكثر من 600 مهاجر نقلوا إلى ميناء كاتانيا في صقلية، وانتشلت فرق إنقاذ 2500 آخرين من قوارب متهالكة قبالة سواحل ليبيا. وقال مسؤولون في الميناء أن معظم الذين وصلوا إلى كاتانيا هم صوماليون ونيجيريون التقطتهم السفينة الحربية البريطانية HMS بلورك.
ووفقا لتوقعات وزارة الداخلية الإيطالية ينشط المهربون مع انتشار الصراع في ليبيا بحرية أكبر لتهريب المهاجرين في قوارب غير آمنة. ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي عدد المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا هذا العام إلى 200 ألف بزيادة قدرها 30 ألف عن العام الماضي. نهاية النشرة. التباهي بهدوء المقبرة. التاريخ الحديث يحدثنا بأن ستالين زعيم الاستبداد بالاتحاد السوفيتي سابقا قتل الملايين من الشعب وأوجد وطنا أشبه بمقبرة جماعية، ثم بدأ يتباهى بالهدوء والسلم الذي عم بلاده. على ذات المنهج حكومة الاستبداد ببلادنا اغتالت الحرية وكل من طالب بها وكذلك النماء، والآن تود أن تتباهى بهدوء الوطن المقبرة الذي صنعته. من تحت عباءة الثورة أطلت أنظمة في العديد من البلدان اتخذت الشكل الشمولي وزعمت أنها فوق التوصيفات المتعارف عليها في فلسفات الحكم، معتبرة نفسها أسمى أدوات الحكم. ولم لا؟ فهي وليدة عبقرية الزعيم الأوحد والمتفرد. أما في الواقع المعاش تهيمن هذه الأنظمة عمليا وبشكل مطلق على كافة مفاصل الحياة بالبلد، لنجد فردا واحدا يجمع بين يديه السلطات كافة، مشعلا مشاعر شفونية خرافية لدى بعض المواطنين وسمات الإله لذاته. هذا الوهم يعطل العقلانية ويدفع المجتمع لبحث وفهم واقعه خارج سياق التجارب الإنسانية في تقدمها وتقهقرها، وبهذا تفقد بعض قطاعات الشعب البوصلة في توصيف النظام السياسي الذي يحكم، وتبرر الأحداث والإخفاقات بفعل التآمر الخارجي وعملائه، وتتحمل الفقر والحروب وانعدام التنمية وكأنها ضريبة وطنية، وتقنع نفسها مكابرة بالمفاخرة المتوهمة والمتشنجة.
وتزعم هذه الأنظمة بأن لها رسالة إنسانية تتجاوز الحدود الوطنية لتخليص الشعوب من القهر الذي تعانيه، كما تتباهى بهدوء الأموات الذي أوجدته باغتيال الحريات في الوطن، وتحذر من الفوضى التي تعقبها، رغم أنها الرحم الذي يفرخ التشظي والفوضى التي قد تحدث خاصة في ظل مقاومة لم تمهد جيدا لمرحلة ما بعد سقوط الدكتاتورية. هكذا أنظمة شاهدها العالم بألمانيا هتلر، وإيطاليا موسوليني، وفي السوفيت ستالين، وليبيا القذافي، وسوريا الأسد، وإريتريا إسياس، والقائمة طويلة. الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا الذي يدعي النظام الحاكم بأنه يجسد أهدافها ويتغذى على رصيدها النضالي كانت قد أقرت وبوضوح تام في ميثاقها الذي صادقت عليه في مؤتمرها التنظيمي الثاني عام 1988 على التعددية الحزبية والسياسية والانتخابات الديمقراطية وفقا لدستور وطني في إريتريا المستقلة. ولتنفيذ ذلك تكونت عقب الاستفتاء عام 1993 مفوضية لصياغة الدستور، وقد ساهمت قطاعات واسعة من الشعب الإريتري في نقاشات مواده، وتمت المصادقة عليه من المجلس الوطني البرلمان الإريتري في ذلك الوقت عام 1997. هنا قد توجد لكل منا تحفظات في بعض مواده أو حتى على البرلمان الذي صادق عليه، فهذه مسائل قابلة للنقاش، ولكننا بهدف الحديث عن المسار الديمقراطي الذي تمت عملية الانقلاب عليه. فبينما الحال يسير وفقا لميثاق الجبهة الشعبية في تمهيد الأرضية لسيادة الشعب، كانت تنسج خيانة للمشروع التنظيمي المعلن وكذلك للمشروع الوطني. بعد جلاء الاحتلال الإثيوبي كان تصورنا الشعبي في الغالب الأعم أن ما تم هو الانتصار ونهاية المطاف للمعاناة، ودخلنا مرحلة البديل الوردي. وتحت تأثير هذا الفهم لدى الشعب ناورت بعض عناصر الطبقة الحاكمة على البديل الذي عدته الجبهة الشعبية في مؤتمراتها التنظيمية وصاغته في ميثاقها. تجلى ذلك في عملية الهروب الممنهج من استحقاقات الدستور بوسائل شتى. مارست مجموعة من القيادات التاريخية للتنظيم ضغوطا شجاعة وواضحة لتطبيق الدستور، تحقيقا لغايات نضال الشعب الإريتري ووفاء لعهود مقرراتها التنظيمية واتساقا مع ضميرها الوطني ومصداقيتها. لكن العناصر التي كانت تبيت الانقلاب على المسار الوطني تمادت في مناوراتها كسبا للوقت وبهدف تنفيذ انقلابها بالتدريج على الشرعية التنظيمية والوطنية. بدأ الأمر بتصفية من هم خارج التنظيم من أساتذة ومشايخ ومؤمني طائفة الجهوبة وبعض قادة الفصائل الإريترية التي انخرطت في مسيرة بناء إريتريا بعد التحرير، وكذلك تم بالسلاح قمع مطالب جرحى حرب التحرير. بعد المصادقة على الدستور وضعه الرئيس تحت أقدامه وأدخل البلاد في حروب ضروس مع إثيوبيا خسرت فيها البلاد جيلا كاملا من شبابها، وقهر إنسانها، وبددت ثرواتها، وانهارت تنميتها، واحتلت أجزاء من أراضيها، وغدا مستقبلها مسدود الآفاق. بقلم الأستاذ محمد علي موسى. الظالم المستبد حبيب الظلام عدو الحياة، سخرت بأنة شعب ضعيف وكفك مخضوبة من دماء. ألا أيها الظالم المستبد حبيب الظلام عدو الحياة، سخرت بأنة شعب ضعيف وكفك مخضوبة من دماء.
وسرت تشوه سحر الوجود وتبدر شوك الأسافر باه. رويدك لا يخدع عنك الربيع وصحو الفضاء وضوء الصباح، ففي الأفق الرحب هول الظلام وقصف الرعود وعصف الرياح. حذار فتحت الرماد اللهيب ومن يبدر الشوك يجني الجراح. ألا أيها الظالم المستبد حبيب الظلام عدو الحياة، سخرت بأنة شعب ضعيف وكفك مخضوبة من دماء، وسرت تشوه سحر الوجود وتبدر شوك الأسافر باه. رويدك لا يخدع عنك الربيع وصحو الفضاء وضوء الصباح، ففي الأفق الرحب هول الظلام وقصف الرعود وعصف الرياح. حذار فتحت الرماد اللهيب ومن يبدر الشوك يجني الجراح. تأمل هنالك أن حصد رؤوس الورى وزهور الأمل، تأمل هنالك أن حصد رؤوس الورى وزهور الأمل، ورويت بالدم قلب التراب وأشربته الدمع حتى ثمل. تأمل هنالك أن حصد، تأمل هنالك أن حصد رؤوس الورى وزهور الأمل، ورويت بالدم قلب التراب، ورويت بالدم قلب التراب وأشربته الدمع حتى ثمل. سيجرفك السيل سيل الدماء ويأكلك العاصف المشتعل، سيجرفك السيل سيل الدماء ويأكلك العاصف المشتعل. ألا أيها الظالم المستبد حبيب الظلام عدو الحياة، سخرت بأنة شعب ضعيف وكفك مخضوبة من دماء، وسرت تشوه سحر الوجود وتبدر شوك الأسافر باه. رويدك لا يخدع عنك الربيع وصحو الفضاء هول الظلام وقصف الرعود وعصف الرياح. حذار فتحت الرماد اللهيب ومن يبدر الشوك يجني الجراح. صوت المنتدى. السياس وأنور خوجة، التاريخ يعيد نفسه. للعودة قليلا إلى القرن الماضي وتصفح ما سطرته سجلات التاريخ، يجد المرء في السياسات التي اتبعتها الديكتاتوريات آنذاك لسلب حقوق شعوبها وتمسيخ كياناتها وتدمير قيمها مادة دسمة لا تكاد تفرغ من سوء إحدائها إلا وتجد الأخرى أكثر سوءا منها. وعند المقارنة بينها وما تعانيه اليوم الكثير من الشعوب من وطأة الديكتاتورية في بلدانها، تجد أن التاريخ يعيد نفسه بنفس تلك التفاصيل، كما هو الحال في إريتريا وكوريا الشمالية والسودان وغيرها. وإن اختلفت مستويات قمع الحريات من بلد لآخر من حيث التحسن الذي يطرأ هنا وهناك أو السوء الذي يضاعف الغلة هنا وهناك. تصفح أساطير السياسات القمعية للديكتاتوريات في القرن الماضي تقودنا بالضرورة للغوص بين أغوار الكارثة التي يسطرها الطاقية السياسة أفورقي في إريتريا منذ الاستقلال بعد ملحمة بطولية قادها شعبنا ضد الاحتلال الإثيوبي لينتعم بنسائم الحرية والعدالة والديمقراطية
التي لا زالت بعيدة المنال حتى الآن. لا يغفل المرء عند الحديث عن الدكتاتوريات في القرن الماضي التطرق للتجربة الألبانية في الحكم منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية ولمدة 40 عاما، التي ذاق فيها الشعب الألباني مرارة الحكم التسلطي والقمعي إبان حكم الدكتاتور أنور خوجة. ولكن من هو الرفيق أنور خوجة وماذا فعل؟ ولد أنور خوجة في 16 من أكتوبر عام 1908 ميلادية لأسرة ميسورة في جنوب ألبانيا. درس أنور خوجة في فرنسا ابتداء من الثلاثينات من القرن العشرين، حيث تعرف على الأفكار الماركسية، ثم درس في بروكسل وعمل أيضا في السلك الدبلوماسي هناك. وحين عاد إلى بلاده عمل مدرسا للغة الفرنسية في مدرسته السابقة، ولكنه فصل من العمل بسبب تهمة الشيوعية واضطر لفتح محل بيع التبق. تميزت فترة حكمه التي استمرت ل40 عاما بالقضاء على المعارضين، وكان أنور خوجة اتبع الماركسية اللينينية وعرف بعدائه للتحريفية كما كان يطلق عليها في الاتحاد السوفيتي والصين لاحقا بعد انفتاح الأخير على الغرب. اشترك رفيقنا خوجة مع الرفيق السياسي الجنون والعظمة والأنا، وإن كان خوجة أكثر إقناعا بحكم الخلفية التعليمية واعتماده على الحزب الشيوعي العمالي الألباني في إصدار القرارات وخلق مؤسسات تدعم نظام حكمه، كان يشعر لها بالبنان في حكم البلاد، عكس صاحبنا في إريتريا الذي يتميز حكمه بالفردية والمزاجية. كان خوجة ديكتاتور من الأساطير ومرجع لتلاميذ الدكتاتورية الجدد يتعلمون منه أصول الصنعة. عندما نردد صباحا ومساء انتهاج نظام الطاغية في إريتريا لسياسة العسكرة وتجويع الناس وحل الأزمات بخلق أزمات أشد وطأة منها، لا نذكر أنها نسخة طبق الأصل للسياسات التي اتبعها معلما الدكتاتورية في ألبانيا أنور خوجة والصين ماو تسي تونغ. ولكي يسهل علينا فهم الترابط والانسجام بين أنور وإسياس، إليكم ببعض ما قام به خوجة ومحاولة مقارنتها مع ما نعيشه في إريتريا في ظل حكم الطغيان الأسياسيوي. أنور خوجة زعيم جمهورية ألمانيا الشعبية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى موته في منتصف الثمانينات من القرن الماضي. كان الأمين العام الأول للحزب الشيوعي العمالي الألباني. شغل أيضا منصب رئيس الوزراء منذ عام 1944 حتى 1945، ومنصب وزير الخارجية منذ 1946 حتى 1953، كما كان قائدا عاما للجيش الألباني، وهي المناصب التي يشغلها إسياس منذ 40 عاما قبل التحرير وبعده. الفرق الوحيد بينهما هو أنور كان يشغل هذه المناصب بتفويض رسمي للحزب الحاكم والبرلمان الألباني، بينما ينزع إسياس إلى فرض نفسه دون تفويض لا من الحزب الذي غيب من إعلان تأسيسه في بداية التسعينات القرن الماضي، ولا من البرلمان الصوري الذي أسسه عقب ذلك ومات دون إعلان وفاته منذ 20 عاما. بنى أنور خوجة في إحدى أبهى تجليات عبقريته 750,000 تبة أو متراس يتحصن فيها جندي واحد كان هدفها حماية البلاد من الغزو الخارجي، وصارت الآن معالم على عهد الدكتاتورية. لكن الرجل كان ظلاميا، منع تعليم اللغات الأجنبية ومنع المسرح والسينما، وسيطر على الإعلام، فأشاع خرافة أن أوروبا تريد احتلاله، والظاهر أنه صدق الخرافة فأخذ يحفر الخنادق لا المصانع والمكتبات والمدارس، ولم يعد أمام النخبة المثقفة إلا الهجرة. في المقابل حول إسياس بلادنا خلال 24 عاما من الاستقلال إلى سجن كبير لا يخرج منه المرء إلا ليجد قساوة الغربة والاغتراب من صحاري تحتويه رمالها دون رحمة
وبحار تبتلع جسده الهزيل دون رأفة. بعد أن أنهكت أبناء الوطن الحروب العبثية التي شنها أسياس هنا وهناك وحصدت عشرات الآلاف منهم، في عام 54 بعد 1900 قام أنور خوجة بعد تشكيل حكومته الجديدة بإعدام 900 من قادة المجتمع، واعتقل الآلاف وحول آلاف غيرهم لعبيد في المزارع الجماعية، وهو ما فعله سياس بعد التحرير، حيث اختفى الآلاف من المواطنين واكتظت السجون بآلاف المعتقلين، وقام بإعدامات طالت المئات من رفاق الأمس، وزج الشباب في برامج الصخرة والعبودية بمسميات مختلفة، تارة باسم الخدمة الوطنية مفتوحة الأجل، أو بدواعي النفير الجماعي العبثي، وبناء مئات السجون تحت وفوق الأرض وربما بين السماء والأرض، وشتت شمل الأسر وفرق بين أبناء الوطن، واستولى على كل مقدرات البلاد، وانفرد بالسلطة ونصب نفسه إلها على العباد يفرض عليهم الركوع والسجود له صباحا ومساء، فضلا عن تدميره للمؤسسات والنهج المؤسساتي بصورة متعمدة. الفرق بين أنور خوجة وأسياس أفورقي هو أن الأول كان من دكتاتوريات الزمن السحيق، زمن ستالين وماو وكيم إل سونغ وتشاوشيسكو وهيلة سلاسي، بينما صاحبنا جاء في زمن الحريات والتطور التكنولوجي والثورة المعلوماتية الهائلة التي تجتاح العالم، وفي عصر بدأت فيه تنحصر الدكتاتوريات وتبحث فيه الشعوب عن مكانها بين الأمم، حيث أصبح التقدم والتطور ومواكبة متغيرات العصر والتعاطي مع معطياته رافدا مهما في بلوغ الأهداف. ما تبقى ما بين خوجة وأسياس قواسم مشتركة، إن لم تجدها في الأول ستجدها في صنيعه في هذا الزمان، إلا أن الغضب اندلع بين الألبان بعد رحيل الدكتاتور ب8 أعوام، حيث كان الفقر أحكم بقبضته على الشعب الجاهل، وكان غضبا بربريا حيث حطم الجوع حينئذ كل تماثيل خوجة، فما من صناعة أو زراعة أو علماء أو مفكرين، ما من شيء إلا 4 أنواع من الخنادق، تحت مستوى سطح الأرض وفوق مستوى سطح الأرض، ونصف سطحية ومتعرجة لها دهاليز للهروب. ونحن على أعتاب الذكرى 24 من الاستقلال لا زلنا نئن من وطأة الكوارث التي تلاحقنا منذ بداية الاستقلال، آخرها كان غرق المئات من أبنائنا في عرض المتوسط، وانتظار الآلاف منهم لأدوارهم على الشواطئ الليبية، بل صارت رؤوس أبنائنا مهددة بالقطع على يد ما يسمى بداعش. كل هذا والنظام يعد العدة لحفلات العهر والمجون على أجساد أولئك الأبرياء. ألا يحق لنا نحن الإريتريون استنهاض الهمم واقتلاع سبب شقائنا؟ ألا نضع حدا لكل المواجع التي نعاني منها؟ بلى، اليوم نبدأ بزرع بذرة الحرية في شوارع مدننا، ليس بالاشتراك في حفلات الطاقية وزبانيته، بل بإعلان غضبنا، وليكن الغضب عارما يقتلع الدكتاتورية. فلنبدأ اليوم، أجل اليوم، نعلنها ثورة على الظلم والقمع والتسلط والطغيان. ولك المجد يا شعبي يا قاهر الظلام. يوسف بوليسي. أفو أفو أفاتكنا من حدرمنا مدول تقبي انكايد أفياتنا حقو مرير قدلا أما قلت تفرج تكلا كانت عم بابا حامل قروبة رحيب هليبا دول كاشبوبا كان يتهابا سني عقوبا
سباب لوسا سرايا منوسا سرايا منوسا أيا هلو زنني مساني كدرم أيا هلو عيلي سنيا مبوارا أيا هلو منابي طلاب كفترا أيا هلو سفرا لجنقو أكيارا اتكا بررا أيا هلا دوتاهم درسا كوريا سلمات سيام حيسان وحيسات متنسية كرم منتدى بمناسبة عيد استقلال لوديناها مقابلة يوم قاشانا الشاب ناصر أحمد رئيس لجنة التنفيذية حركة الشباب أقل تغيير السويسراتو أستاذ ناصر يوم بقاريت وطن أقل نهدق مسلنا بحليتكا ابتمية وبسم راديو منتدى أقل حمدك كأفتي كأسلف أقل ما تنسيتنا مثل حركتكم أقل تتأمرنا فرصة أقل حبكا مرحبا بك حيث موداي مرحبا بكم حيثم وحيثات تنسية راديو منتدى التلمسات اللادي بموضوعنا حركة شباب أريتريا للتغيير دي بسويسرا لتتركب لنتهاجرته وهتا أبقى تعريف لتمؤتمر على عرفته بالنفسات بالمالك هتا حركة مفتوحة كلنا شباب لأريتريا دي بسويسرا لتتركب بلقى اجتماعنا يوم مختلف الأحزاب لبو مختلف ديانات لبو مختلف قوميات من أريتريا بمعنى قل كل شباب أريتريا دي بسويسرا لتتركب وكلهم حقهم اللي شاركوا ديبا كلهم تلقابات. تفضل. أستاذ ناصر حركتكم حركة الشباب أقل يوم استقلال أقل تتنايت مدالاي ودهلت إريتريا أقل تتحرر شعبنا أكيد وقرب عندك أهلا وحيسان ولاد عند قبر الأمس يا حرية يوم بحودام مير حد شبابه من عد فكر تلهلا وقت أنتم أقل الاستقلال كفو أقل تتنايو توتو أمانكاتو حيث حموداي شعب أريتريا بالإلا حرية وبالإلا استقلال أقل بصح بزح شهداء بزح جرحى عندها باطل إلا كان إلا بزحاك أباي من مدرو أفقره أدي حركة شباب أريتريا دي التغيير سويسرا بلا مناسبة لا عندك أحتفل قلت حلو بتساسا عند قولتي يكون لتحضير الليل الاحتفال لكن قالت شهدانا وفيناهم قلنا أتنا من عنده ولا عدلا أروحتهم هضوا أبلا لا معنى لا أبلا ما قلنا نتذكر وأبا شعبنا نبر لهلا اندرئينا واجبنا قلنا عنده ولا شبابنا قلنا نتذكر عنده ولا كم صار اللي مناسبة يدرها لنا شبابنا ندت مع ديبو ميت واجدين دا آمرا ميت واقعنا شعب دا آمرا يقول نتحرك وقبينا التغيير يقول لك سلام شعب سلام ومسكوبة يقول لك شعب أريتريا دي المدرو. طيب أستاذ ناصر دول يعمل هل يكون برنامجات ميت ولا مسل؟ ما لا بينك طلع إلنا بزح برامج تلحنا قلنا الدالي لشقينا ودول يعمل هلنا سكأبه منه مثلا شعر بنا كلمات هليت منحة حركة شباب أريتريا بالتطوير دي بسويسرا كمثلوا ما عبايد ضيوف بنا من برا لما صور أريتريين ومن سويسرا ما بزحام هلو شعب سويسرا بقضيتنا شعب أريتريا اهتمام لهم قبلهم بدأنا تناديل لنا وقلهم بفرصة قلنا حتى لهم بالذات لهم ضيوفنا لهم برا لما صور عشان هم أصلا يعني خبرت بهم دي بنبال وخبرت دي بمجالات مختلفة بهم قلنا خبرتهم وقلنا شعب وقلنا هوبا وقلنا شبابنا كلنا بتركض من خبراتهم بستفيدنا قبلنا قلنا واصل. دي بهجاك أستاذ ناصر من برا سويسرا لما تصوغا الشبكم بالكني
قال منهم ممكن أسماءهم وحبركنا. سنة من النوم ضيوفنا هنا من برا لما صار له وريت منهم دكتور أندغرهان الدقرقيس سفيرنا أريتريا بالاتحاد الأوروبي على قدم الله. وريت منهم هتوت لهم ضيوفنا من برا لما صار له ومن عبد القديم كمان كم سنة ما كتابه اللي خصوصنا شعب أريتريا واللي ونتهاجه كم سنة ما دكتور يوسف برهان بنا رئيس اللجنة التنفيذية ضد مجلس وطني للتغيير الديمقراطي الأعلى وعضونا مجلسته كم سنة ما أورات من مرحتنا جبهة إنقاذته كم سنة ما أستاذة آمال علي بنا حتى منا أمورا صحفيين أريتريا حتى من ضيوفنا هناك. شكرا أستاذ ناصر. إن شاء الله نحن كمان احتفالكم نتابعه وديبوا ما إن شاء الله كان مرت لقاءات أقلها لجناته مثل أعدانا حركة الشباب ومثل قيادة برضو أزد دنقوبة فرصة أقلها بكات وأسك شعب إريتريا وفنتو أسك شباب أقل تحالف بلد حزة الأوك اللي أقل كمان قبي بصوت منتدى. شكرا حيث موداي. نحن دي بحركة شباب إريتريا للتغيير دي بسويسرا برنامجنا دي نأمن بو إريتريا كم كل علاقات حتى عربية وحتى تجربية كفرصة كلنا من قد بعرب قد حاجة لحيشات المسلمين. أوكي تفضل. شكرا. رسالتي للشباب الأريتري وللشعب الأريتري في الداخل والخارج في هذه المناسبة وفي هذا اليوم أترحم على أرواح جميع شهداء أريتريا كما أترحم على ضحايا الهجرة غير الشرعية الذين سقطوا في عرض البحر الأحمر في عرض البحر الأبيض المتوسط في هذه الفترة الأخيرة والذين أعادوا إلينا ذكريات وسيناريو الانبجاج الحزين فلهم جميعا الرحمة والمغفرة ولأهلهم الصبر وحسن العزاء. أتقدم بالرسالة الأولى بعد التعزية إلى الشعب الأريتري الصامد بالداخل وأقول له أن الليل الظلم وإن طال لابد أن يعقبه صبح يبدل ظلامه فصبر الشعب الأريتري لن يروها هدرا وإنما التغيير آت لا محالة. وعلى الشباب الأريتري الموجود بالداخل البحث عن حلول داخلية وليس الهجرة وإخلاء الساحة لهذه العصابة كي تعبث بمقدرات أريتريا. رسالة الثالثة إلى الجنود والقيادات التي تعمل لخدمة النظام وأقول لهم أن يقفوا وقفة تشرفهم إلى جانب شعبهم وتخليصه من هذا الكابوس لأن التاريخ كما يحفظ الجميل من الأفعال يحفظ أيضا قبيحها فليسطروا لأنفسهم ما يشرفهم في الغد القريب إن شاء الله. رسالتي إلى الشباب الأريتري الموجود بسويسرا أقول لهم أن إحياء هذه المناسبة هو تخليد وتقدير لأرواح الشهداء ولتضحيات الآباء الذين ضحوا بأرواحهم وبذلوا الغالي والنفيس من أجل طرد المستعمر من أرض أريتريا ومن أجل أن ينعم الإنسان الأريتري بحريته واستقلاله. فعلى الشباب الأريتري الموجود في سويسرا إدراك هذه الحقيقة وعليهم أيضا المساهمة في كل الأنشطة التي يمكن أن تؤدي بالمحصلة إلى إسقاط النظام وإلى التغيير وإلى زيادة الوعي لدى الشباب الأريتري الموجود بسويسرا. ومن هذه الأنشطة إحياء ذكرى الاستقلال والتي في هذا العام سيكون لدينا عدد من الضيوف الكبار الذين لهم خبراتهم ومقدراتهم ولهم
تاريخهم النضالي، فعلينا أن نأتي حتى نستفيد من هذه الخبرات وأن نزيد من وعينا وندرك أهمية التحرك وأهمية زيادة الوعي لدى الشباب الأريتري حتى نسهم في عملية التغيير. فحضور الشباب الأريتري لهذه المناسبة والتي هي أيضا وفاء وستشتمل هذه البرامج في هذا اليوم على وقفة حداد على أرواح الشهداء إبان الثورة والشهداء أيضا الذين سقطوا في هذه الأيام الأخيرة في طريق الهجرة في عرض البحر الأبيض المتوسط. كما أن لدينا المحاضرات التي ستلقى والكلمات التي ستلقى أيضا ستتيح فرصة للشباب الأريتري الموجود هنا لطرح أسئلتهم وأفكارهم على الضيوف الذين سيأتوا إلينا إن شاء الله، ولهم المساحة حتى يستبينوا من الأمور التي يمكن أن تشكل عليهم أو تكون لديهم الرؤية غير واضحة في بعض الأمور، فلهم الفرصة حتى يستوضحوا ويعرفوا من هؤلاء الضيوف. فدعوتي للشباب الحضور والإحساس بالمسؤولية لمعايشة هم الوطن والمواطن الأريتري، حتى وإن كانت المسافة بيننا وبين أريتريا على الأرض بعيدة فهي في قلوبنا، وهي أيضا في خاطرنا في كل لحظة وحين. وأشكركم الإخوة في إذاعة صوت المنتدى لإتاحة هذه الفرصة لنا، كما أدعوكم لمشاركتنا هذه المناسبة حتى تروا بأم أعينكم وتنقلوا إلى المجتمع الأريتري ما سيدور وما سيطرح فيها. فلكم الشكر، والشكر أجزله لكل المستمعين الذين هم بالداخل أو بخارج أريتريا. ولكم جميعا التحية والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا أستاذ ناصر أحمد الدنقوبة ابسمية وبسم كرن المنتدى أقل حمدك كفتي. ولما تسهل عيد استغلال كل شعب إريتريا من نظام هيك دفن أبارة إن شاء الله إريتريا نتراليو حيسام متنسيت كرن المنتدى أقل يوم الدول يعمل عنا لغاء مثل السيد ناصر أحمد رئيس لجنة تنفيذية حركة الشباب تغيير سويسرا التلات مهمل لنا تمثل برنامجنا إن شاء الله بسلام ومسكوبة سامحونا. شانت عمبابة حامل قروبة رحيب كليبة دول كاشبوبة كان يتهابا سني عقوبة ديب سبعة بلوسة سرايا من نوسة سرايا من نوسة كوبوها اللبع الوقي حرس تايب عن تستاي كوبوها اللي شكالاي من لهبة كراي كوبوها اللي لا تقوب ومسكي شعبياي كوبوها اللي نوراي حبرو لك أجابلاي لنطاف باللاي كوبوها اللي دبان أكرا وسلبان كوبوها اللي شايب الدارو لترفا كوبوها اللي شنقول أنو يطلع كرفا كوبوها اللي نهوش لسكبت حقاب سكينو بطلبا شانت قبودا أكيارا اتكبدا درة 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 مرتو حدودا درة 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 مرتو حدودا والآن
رأسك فوق التراب المقدس، واركع طويلا، اركع طويلا لدى حافة النهر، اركع طويلا لدى حافة النهر. ثمة من سكنت روحه شجر النيل، أو دخلت في الدجى الأبنوسي، أو خبأت ذاتها في نقوش التضاريس. ثمة من لامست شفتاه القرابين قبلك. مملكة الزرقة الوثنية قبلك، عاصفة اللحظات البطيئة قبلك، طقس الوجوه المدلات في مهرجان المشانق قبلك. يا أيها الطيف، يا أيها الطيف منفلتا من عصور الرتابة والمسخ، ماذا وراءك في كتب الرمل؟ ماذا أمامك في صحف الغيم إلا الشموس التي هبطت في المحيطات والكائنات التي انحدرت في الظلام، وامتلاؤك بالدمع حتى تراكمت تحت تراب الكلام. وسد الآن رأسك. متعبة هذه الرأس، وسد الآن رأسك. متعبة هذه الرأس، متعبة مثلما اضطربت نجمة في مداراتها. أمس قد مر طاغية من هنا نافخا بوقه تحت أقواسها وانتهى حيث مر. كان سقف رصاص ثقيلا، كان الدمامة في الكون والجوع في الأرض والقهر في الناس. وسد الآن رأسك. غيم الحقيقة، غيم الحقيقة درب ضيائك، رجع الترانيم نبع بكائك. يا جرس الصدفات البعيدة في حفلة النوم، يشتاقك الحرس الواقفون بأسيافهم وبيارقهم فوق سور المدينة. يشتاقك الحرس الواقفون بأسيافهم وبيارقهم فوق سور المدينة، والقبة المستديرة، القبة المستديرة في ساحة الشمس، والغيمة الذهبية سابحة في الشتاء الرمادي. الغيمة الذهبية سابحة في الشتاء الرمادي، والأفق الأرجواني، والأرصفة ورؤوس ملوك مرصعة بالأساطير والشعر والعاصفة. أمس جئت غريبا، وأمس مضيت غريبا، وها أنت ذا حيثما أنت. تأتي غريبا وتمضي غريبا، تحدق فيك الوجوه، تحدق فيك وجوه الدخان، وتدنو قليلا وتنأى قليلا، وتهوي البروق عليك، وتجمد في فجوات القناع يداك، تجمد في فجوات القناع يداك، وتسأل طاحونة الريح عنك كأنك لم تك يوما هناك، كأنك لم تكن قط يوما هناك. صوت المنتدى. في نشرة منتدى اليوم، نقص حاد في أفراد لجنة الاحتفالات واستبعاد معظم الأعمال الفنية عن المشاركة. الإريتريون يواصلون المغامرة بالهجرة عبر المتوسط رغم مخاطر الغرق والموت. إلى تفاصيل الأخبار.
تشير الأنباء الواردة من إريتريا إلى أن اللجنة العليا للاحتفالات التي تعد برامج احتفالات الاستقلال تعاني من نقص حاد في أفرادها، إذ أن أغلب أعضاء اللجنة التي تجيز المنتج الفني والأدبي لاحتفالات ذكرى التحرير غادروا البلاد، وأصبحت تشرف على مهمة الإعداد لجنة تنقصها الخبرة. هذا وقد تم استبعاد أكثر من 46 عملا فنيا من المشاركة في احتفالات هذا العام بحجة أن رسالة النصوص مشوشة وحمالة أوجه، وذلك بعد أن تجاوب الفنانون وأصحاب الملكات والمواهب الفنية الجديدة بتقديم أعمال أدبية وفنية متكاملة بناء على دعوة اللجنة منذ 3 أشهر لكل من يرغب في المشاركة. إلى ذلك عبر العديد من المشاركين عن امتعاضهم من إخراج هذا الكم من الأعمال من ضمن برامج الاحتفالات، وقالوا إن إعمال مقص الرقيب ليس بمستغرب لكونه أصبح عادة تمارس منذ عقود في ظل سلطات الاستبداد، إلا أن الغريب هو نسبة المواد التي تم الاعتراض عليها وإلغائها. وجراء هذا الاشتباك بين مقص الرقيب الحكومي الذي ألغى كل النصوص وبين المشاركين، تفيد الأنباء بأن اللجنة اضطرت لإعداد مجموعة جديدة وصادقت على الأعمال التي بدأت ببثها منذ أول يوم أمس. وفي نبأ ذي صلة بترتيبات احتفال يوم التحرير، تشهد العاصمة أسمرة تواجدا أمنيا بصورة أكثر كثافة من ذي قبل، حيث تم إحضار طلاب شرطة من مدينة دقم حري لم يكملوا تدريبهم بعد. وشدد أمن الرئيس مراقبته على بعض المسؤولين، كما تشهد مناطق التماس بالحدود الإريترية مع دول الجوار تضاعف وتيرة دوريات الاستطلاع والمراقبة بدرجة استعداد أشبه بحالة حرب. ووزع كل أفراد قوات الدفاع الإريترية الذين كانوا في متابعة دراسات أكاديمية على وحداتهم للمشاركة في العمليات الأمنية. هذا وقد تم تحريك وحدتين عسكريتين من قوات دمحيت التجراوية لتعمل بشكل سري على حماية الرئيس. ويذكر أن هذه القوات نالت تدريبا متقدما كوحدات قتالية خاصة، وعلمت مصادر المنتدى أن هذه الوحدات تتموضع في مدرسة خاصة تعرف في أسمرة بفنلندا ميسيون. وعلى صعيد حملات التجنيد القسري، جرت في 14 من هذا الشهر عمليات مداهمات في العاصمة أسمرة لأحياء براديزو وعد سجدو. لكن الملفت في هذه الجولة من المداهمات حسب المصدر بدت وكأنها عملية بحث عن مطلوبين أكثر من كونها تستهدف مجندين، لكن حتى اللحظة لم تسفر العملية عن العثور على شيء. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في خفر السواحل الإيطالية قوله أن سفينة ألمانية وسفنا للبحرية الإيطالية وسفينة تجارية والشرطة الإيطالية وخفر السواحل نفذوا جميعا عمليات إنقاذ لمهاجرين غير شرعيين أمس الخميس. وأنقذت السفينة فينيكس التي مقرها مالطا أكثر من 550 شخصا، بينهم 136 امرأة و60 طفلا معظمهم من إريتريا. والتقطت السفينة قرابة 200 شخص الأربعاء الماضي. كما أفاد خفر السواحل الإيطالي أن أكثر من 600 مهاجر نقلوا إلى ميناء كاتانيا في صقلية، وانتشلت فرق إنقاذ 2500 آخرين من قوارب متهالكة قبالة سواحل ليبيا. وقال مسؤولون في الميناء أن معظم الذين وصلوا إلى كاتانيا هم صوماليون ونيجيريون التقطتهم السفينة الحربية البريطانية HMS بلورك. ووفقا لتوقعات وزارة الداخلية الإيطالية، ينشط المهربون مع انتشار الصراع في ليبيا بحرية أكبر لتهريب المهاجرين في قوارب غير آمنة. ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي عدد المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا هذا العام إلى 200,000 بزيادة قدرها 30,000 عن العام الماضي. نهاية النشرة. صوت المنتدى. بهذا نصل إلى ختام ساعة اليوم، شاكرين حسن متابعتكم وإصغائكم. نرجو مشاركاتكم الصوتية عبر الاتصال بأرقام الإذاعة. وحتى جديد اللقاء بكم بمشيئة المولى عز وجل، كونوا بخير وفي أمان الله.